كنا عايزين نعرف أين ماجدة منصور بتاعت البداري. ماجدة منصور بتاعت البداري دي بنت الأسبوع اللي فات مشيت الصبح، مش عارف رايحة تمتحن ورايحة إيه. لما يكون في 1000 واحد في الكنيسة، لو واحدة همست ستعكر الصف. المهم راحت تمتحن ما رجعتش. بعد يومين نزلت فيديو. أنا امبارح كنت مع أبوها، كنت بصلي في نجع الجزيرة ورحت دير الأنبارمينة وأبوها كان موجود يعني. فهم نزلوا على الإنترنت جواب، قال لي ما الجواب ده مش عندنا، يعني الجواب ده ما لقيناهوش عندنا في البيت، ممكن يكونوا ضاغطين عليه عشان تكتبه. ونزلت 2 فيديو وقعدت تقول أنا مشيت بمزاجي ومش عارف إيه وحاجات زي كده يعني. عايز أقول لكم حاجتين يعني تعليقي على الموضوع ده. أول حاجة، أنا شخصيا تألمت كثيرا لأن الرعاية كانت قليلة. البت دي لو احنا كنا مراعينها ما كانتش حبة الواد المسلم ومشي. اسلام ايه وبتاع ايه؟ واد يعني مسيطر على عواطفها. ولذلك بصوا لي كويس كده وركزوا، لازم نشبع بناتنا، لازم نشبع بناتنا. أنا فاكر زمان وأنا سكرتير للبابا كان في بنت زي كده وخربنا الدنيا لغاية ما جت بعد 12-13 يوم كده. المهم فأنا قلت لها يا بنتي مش حرام عليكي اللي عملتيه فينا؟ فأنا فاكر ساعتها راحت عامله لي دراعها كده، فلقيت في دراعها آثار حرق. فقالت لي أبويا كان بيحرقني. بنفس اللفظ. فالواد المسلم ما صدقت ضحك في وشي فترميت في صدره عدل كده. بنت كانت جريئة قوي. الواد المسلم ما صدقت ضحك في وشي اترميت في صدره لأن أبويا بيحرقني. فإحنا لابد إن إحنا نهتم ببناتنا جدا، ندور عليهم ونفتقدهم ونهتم بنفسيتهم، نهتم بنفسيتها ونكون قريبين منها، عشان لما أي بنت بتاخد صدمات كثيرة هم أنا دايما بقول ما فيش حاجة اسمها خطف بنات. طول عمري أقول كده، مفيش حاجة اسمها خطف بنات، مفيش حاجة اسمها بنت غصبا عنها، انسوا الحكاية دي. إنما في خطة إغواء بنات، في خطة إغواء بنات يفضل لغاية ما يشنكلها، أو آسف باللفظ اللي انتوا بتقولوه يعلقها، أنا آسف باللفظ يعني، لغاية ما يشنكلها. وأول ما يشنكلها خلاص بقى. فدي أول جزئية، إن احنا نخلي بالنا من بناتنا كويس قوي. الجزئية الثانية، التقدم الجميل حاليا. زمان أيام أنا كنت في القاهرة يعني، كان اللي بيغير دينه ما بنعرفش نطلع له بطاقة تاني. دلوقتي لا، دلوقتي الدنيا اختلفت. يعني أنا أعرف واحدة أعرفها كويس قوي قوي كمان، صحيح ليا من ساعة ما جيت أسيوط ما شفتهاش، بس أعرفها كويس يعني. وكانت بتشتغل في حاجة يعني كده في المجال الكنسي يعني كمان. اتجوزت وجابت ولد وبنت،
وحياتها مع جوزها كانت لا تطاق، مش قادرة تحتمله. فولد مسلم برضو كده وقعت معاه وأسلمت عشان مش طايقة جوزها. الحاجات الجديدة اللي حاليا بيعملوها انهم بيسفروهم بره، عملوا لها باسبور وسفروها ماليزيا. سافرت ماليزيا، كانوا منتظرينها ناس مصريين مسلمين طبعا. المهم يعني عاشت زي ما عاشت في ماليزيا شهرين. بعد اسبوعين كانت بتضج وبتصرخ، لغاية ما بعد شهرين تعرفت على واحد برضو. مين بيكلم؟ مين بيكلم؟ اللي عايز يتكلم يخرج بره في الهوا. حاجة غريبة جدا. ما يتفضل في الدير بره، يقعد معانا ليه؟ احنا ماسكين حد من ايديه؟ نتكلم في حاجات مهمة. المهم اتعرفت على واحد وهي في ماليزيا، مسلم مصري يعني، وهي البنت عايزة تمشي. فيعني ايه، طب تتجوزني؟ ما هي خلاص قاعدة الشهرين هناك هتفرتك. وهو كان متجوز 2. قال لها ايوه، لا خلاص وهتجوزك. وساعتها انها تنزل مصر، ونزلت مصر وعاشت معاه برضو يجي شهر ولا 2. اتجوزها ما اتجوزهاش زي ما يكون يعني. وبعدين تمكنت، كانت في حتة في القاهرة يعني، تمكنت من الهرب. يعني انت لما تسمع الموضوع ده زي ما يكون فيلم مثير. وتمكنت من الهرب بعد ما هربت منه ومعاها وابنها وبنتها. بعد ما هربت خلاص بقى تمكنت انها تغير البطاقة بتاعتها في شهر. ده يعني عندنا المكتب في القاهرة، وابونا بخوم يعرف الكلام ده كويس. ابونا بخوم معانا هنا. ابونا بخوم يعرف التفاصيل، مش تفاصيل البنت دي، تفاصيل التغيير. وتمكنت انها تغير البطاقة بتاعتها وغيرتها وبقيت مسيحية تاني، واشتغلت وبتراعي ابنها وبنتها. انما عاشت حقبة من الزمن. فكل دول يا عيني بيروحوا وكده على حسب بقى كل واحدة ودرجة احتمالها. واحدة بتحتمل شهر، واحدة بتحتمل شهرين، واحدة بتحتمل 3، واحدة بتحتمل 4، وبيرجعوا. بس الجميل حاليا ان احنا بنغير البطايق. زمان كانش بيتم الكلام ده خالص. انا بقول لكم بس عشان تبقوا على دراية بالامر. فالبنت دي صلوا لها، مش هقول اكتر من كده. نمرة 1 تصلوا لها لغاية ما ترجع لنا بسلام. نمرة 2 نتعلم من هذا الكلام ان نخلي بالنا. وده اللي انا عايزكم فعلا يا احبائي تعيشوا بيه. نخلي بالنا من ولادنا ومن بناتنا. نخلي بالنا من ولادنا ومن بناتنا. اوقات احنا في الكنيسة نضيع وقت في حاجات صغيرة. سمعتش ابونا عمل كذا، سمعتش الاستاذ فلان عمل كذا، ونقعد نضيع وقت في كلام كده. على رأي واحد من الاباء، دول ناس بيلعبوا بالتراب. في ناس بتقعد تلعب في التراب، وناس تاني بتحلق في السمائيات. وقتها غالي انه مثلا يدور على بنت كده تعبانة، يدور على ولد تايه كده. يعني في واحد وقته غالي، كل دقيقة بيعمل فيها حاجة. واحد تاني قاعد يحكي وبس. سمعتش ابونا عمل وابونا سوى، عمل ايه وسوى ايه؟ مش كفاية سطحية؟ مش نبقى كده عندنا عمق ونجري ورا اولادنا وبناتنا، بدل ما قاعدين طول النهار نجيب السيرة في سطحية.
ولذلك يعني انا شخصيا موضوع البنت ده طبعا ما عداش عليا كده. قال لي ابوها امبارح يقول لي تتصل، قلت له في بالي اتصل بمين؟ اتصل بمين؟ ما نزلت 2 فيديو، اتصل اقول ايه؟ اتصل اقول ايه؟ طبعا هو عشان مجروح طبعا، فانا يعني ربنا يكون معاه ويساعده، صلوا له.